الحمله دي انا اثرتها في مدينه المحله الكبرى اللي هي المدينه اللي انا تابع ليها. تمام. لكن بالنسبه للحمله انا قلت ان احنا دلوقتي نلتزم استرجل وما تلبسش بنتك محزق. معنى الحمله ان انا بناشد الراجل، بقول له ان انت دلوقتي اثرت ايه؟ انت السبب في ان بنتك هي اللي بتلبس محزق، لان انت بتوافق والدتها ان هي بتلبسها لبس ضيق يرتسم جسدها يثير غرائز الشباب ويدفعهم نحوها. وانا طبعا كنت اشرت برضو في الحمله في نقطه كده، كنت يعني بعد اذن حضرتك اي اناء لو وضعنا فيه قطع من اللحم سوري في اللفظ وفي كلاب ضاله عدت من جنب الاناء ده هينهشوا في اللحم لما يشوفوه مكشوف، لكن لما يبقى الاناء ده مغطى الكلاب هتعدي ومش هتنهش فيه. انا مصدوم يا احمد. يعني احنا وصلت الحاله الى هذه الحياه. يعني انت بتتكلم عن مجتمع بشري ولا بتتكلم عن يعني احنا بقى ذئاب وكلاب يعني والناس بتنهش في اللحم؟ لا مش لدرجه كده. مين قال لك انه من يغطي اللحم لا يتعرض للاغتصاب؟ لا اقل بعد اذن حضرتك اقل حالات للتحرش الانسانه اللي لابسه لبس فضفاض او لبس واسع. يعني انا مش بقول ان البنات انا مش ده فين؟ لا انا بقول يا استاذ شريف ممكن اقول ده انا بفتح معاه بس انا هبتدي اهو يا استاذ شريف وبعد كده دكتوره دينا. استاذ شريف انت مصدوم زي انه يبقى فيه والحقيقه تتحول للافتات في الشوارع. استاذ وائل انا بضرب مثل بس على فكره والصفحه يدخل فيها عدد كبير. الحقيقه انا استرجل وما تلبسش بنتك محزق. الحقيقه انا مصدوم لسببين. السبب الاولاني التفسير اللي قاله الاستاذ اللي هو واضح ان هو انسان يعني يقصد خير، بس واضح ان هو يعني اخطا خطا يعني ده شر. ده اللي يسمع الكلام ده ينزل يغتصب الصبح بالظبط ويقول انا مظلوم. دي دعوه للاغتصاب. البنات هي اللي لابسه محزق. البنت الضحيه اصبحت هي القاتل. ده اللي بيقولوا ده شر ولا علاقه له بالخير. النهارده حضرتك بتقول يا استاذ انه البنت كل ما لبست واسع محدش هيتعرض لها ويتحرش بيها. تمام. اعلى نسب تحرش في العالم افغانستان اللي هم كلهم ماشيين بخيام. تمام. الدولة الثانية في كل الإحصائيات اللي بتتعمل مصر اللي هي الحمد لله البنات محجبات ومنقبات. أقل نسب تحرش في العالم هي الدول الغربية الأوروبية والأمريكية اللي هي البنات ماشيين لابسين لبس اللي هو أنت حضرتك بتعتبره دعوة للتحرش. نمرة 2 استرجل. يعني إيه استرجل؟ ايه الرجوله بالنسبه لحضرتك؟ لا الرجوله بالنسبه لك انك انت تخوف بنتك وتقول لها ما تلبسيش محزق وتضربها؟ لا الرجوله حاجه تانية. الرجوله هي الامانه، الرجوله هي الشرف، الرجوله هي الالتزام، الرجوله هي العمل بضمير. هي دي الرجوله. احنا نسيبنا كل القيم العظيمه والمثل العليا واختزلنا الرجوله انك انت خوف بنتك. لا انا مش يا استاذ شريف